يس. متابعينا الكرام، متابعي المصري اليوم، اهلا بيكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه دمياط. معاكم في تغطيه جديده تيسير حسن، والنهارده معانا دينا فكرت في وصفه زي اي ام، يعني تزامنا مع الدراسه والمشكله اللي كلنا كامهات بتقابلنا، وهو اللانش بوكس. ازاي نقدم لاولادنا افكار صحيه ووجبه صحيه غذائيه تفيدهم وكمان تساعدهم على انهم يكونوا ما يحسوش بالجوع، وكمان توفر معانا كتير. النهارده دينا هتعلمنا طريقه بسكويت هي بنفسها، تقول لنا على المقادير وهتقول لنا على اسمه وهتقول لنا الفكره جات لها منين، وهنعرف منها كل التفاصيل. اهلا بيك يا دينا. اهلا بيك. دينا عرفيني بقى الفكره في البدايه جات لك منين، يعني ان انت تعملي حاجه موفره وصحيه. مفيش كل يوم اولادي يجوا ماما احنا عايزين ناكل حاجه حلوه، ماما احنا عايزين حاجه حلوه. وبما ان الدنيا غلا والظروف صعبه، فانا فكرت في لما اجي اعمل حاجه تفيد الناس ان هي تبقى حاجات اقتصاديه. يعني بيضه واحده، كوبايه 3/4 كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، يعني حاجه يعني مقادير موجوده في البيت. حاجة على قد كل بيت بيستخدمها. حتى لو انا باجي اقدم برضو وجبة غدا بعملها برضو اقتصادية، ما برضاش ان انا يعني اتقل على الناس حاجة زيادة عن طاقتهم. طيب خلينا النهارده نتكلم عن البسكويت. قولي لنا بقى اسمه ايه؟ دوت اسمه نايتس، اللي هو بتاع زمان. دوت 3/4 كوباية سمنة على زيت. ما عندكيش سمنة حط زيت عادي، بيمشي زيت او سمنة. قولنا بقى الخطوات اللي انت عملتيها. نص كوباية سكر. هنا معانا اهو جوز هند، معلقتين نشا، يعني معلقتين جوز هند، معلقتين نشا. انت حاطه جوز الهند على النشا اهو. هنحطهم معاها كده. هنحط بعد ما قلبنا السمنه مع السكر كويس جدا هنحط دول. هنحط السمنه مع النشا، جوز الهند مع النشا، وبعدين هنحط بيضه. ليه بقى ما عملناش البيضه في الاول مثلا؟ لا، هو هل لازم الترتيب لازم ولا هو لازم عادي؟ الاول يندمج السمنه مع السكر كويس. وبعد كده هنحط بقى بقيت كله مع بعضه اهو. حبه فانيليا كده، معلقه بيكنج باودر كده، ونقلبهم كويس. وبعد كده بقى نحط الدقيق. لازم يختلطوا كويس. دي مكوناته سهله وبسيطه تاني، يعني ممكن نقولها في 10 دقايق. في 10 دقايق بس هيتحضروا. يعني ممكن يتعمل الصبح قبل ما الاولاد يروحوا المدرسه، ولا يتجهز من بالليل مثلا؟ يعني هو لو هي الام بتصحى بدري تعمل، ولو هي ما بتصحاش بدري بقى براحتها. طيب الكميه دي، يعني احنا قلنا كوبايه دقيق واحده صح؟ كوبايه دقيق واحده. لا، بيضه واحده. الدقيق على حسب العجين. يعني انا كده خلطتها اهوت خلاص. هنا بقى هنحط بقى الدقيق ده بقى على حسب العجين. يعني احنا نبتدي بقى ان احنا نحط الدقيق كده. طبعا الدقيق اللي بيبقى في الكيس ده مغلف، انا ما بنخلوش. ليه بقى؟ لانه هو بيبقى منخول، بيبقى نظيف. لكن لو دقيق سايب احنا بنضطر ان احنا ننخله. يعني ده اقل من كوبايه دقيق كمان صح؟ هنعمل كده. لو هو عايز دقيق هنحط تاني. هنفضل نعمل كده. ده الدقيق بيبقى على حسب العجين، ده ما بنقدرش نتحكم فيها. بتاخد كوبايتين، كوبايه ونص، ده بيبقى على حسب. يعني مكونات سهله وبسيطه وفي اي بيت هتبقى موجوده. طيب في الفرن بقى هتاخد وقت من الام؟ لا والله 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق. يعني هي مثلا لو هو الطفل اجى وهي بتحضر وجبه الغداء هتقدر ان هي تعملها بسرعه. يعني هي دلوقتي عايزه الدقيق، هنحط لها كده. هو الدقيق بيبقى على حسب العجين. اي بسكوت كده. ممكن ان انت بقى تشيلي جوز الهند ده وتعمليه بسكوت عادي لو انت حابه. من غير جوز هند؟ من غير نشا ومن غير جوز هند تعمليه عادي. طب ممكن يبقى نضيف بقى بعد ما يطلع من الفرن مثلا شوكولات او فانيليا او حاجات؟ لا، هو ده بسكوت نايتس. ده بقى لو انت بقى هتشيلي جوز الهند وهتشيلي النشا، هتعملي بقى بسكوت عادي. ممكن انت تحط عليه شوكولاته، ممكن تحشيه شوكولاتايه كده، تقطعيها وتحشيها جواها. يعني افكار كتير ممكن الام تستخدمها. طب شوفي، يعني الكميه دي هتعمل صينيتين ما شاء الله. يعني شوفي لازم تبقى لينه كده. العجين لازم يبقى بالطريقه دي. تبقى لينه كده اهي كده. وهنا بقى انا حاطه
جوز هند على سكر، يعني معلقتين جوز هند على سكر سنترفيش عادي. ليه سكر بقى؟ ما هو ده البسكوت الناس بيتعمل كده اهو. وهنجيب بقى صينيه هنحطها فيها كده ومدقه او قعده كوبايه. خلينا الصينيه هنا قدامنا عشان نوضح المشاهد اهو كده. بعد ما حطيناها كده مدقه او قعده كوبايه اللي عندك، هتروحي بقى ضغطه عليها كده. لا، او مكباس عادي ممكن زي بتاع زمان ده اللي موجود عندها يعني، او شوكه او اي حاجه، صح اللي كده؟ انت عايزاه اللي هو متوفر عندك اعمليه. هي جات لي فكره المدقه دي ان هي يعني ايه بتعمل شكل كده. بنعمله كده بنقلبه بنروح حاطينه كده. طريقه سهله وبسيطه يعني. احنا بقالنا بالظبط ما كملناش 6 دقايق والعجين خلص وكميه يعني معانا. هتعمل لك صينيتين. يعني بدل ما انت تشتري دوت بمبلغ من السوق، انت هتقدري ان انت تعمليه في البيت وبأقل التكاليف، اهو هتعمل لك كميه للاولاد ما شاء الله يعني. وكمان هتضمني اللي دي وجبه صحيه ما فيش فيها اي يعني كمان حاجه. اخد وقت بذمتك؟ اخد وقت؟ لا، احنا في اللايف اهو 6 دقايق يعني بالظبط اهو. شوفي اهو. وفي الفرن كمان هياخد 10 مفيش دقايق 10 دقايق. انت بقى عايزه تشويه فوق الوش، بتعملي تحمريه كده بيبقى شكله حلو. يعني انا من نوع ولادي بيحبوه كده، بيحبوه متحمر. بيتحمر مش ابيض، يعني يقولوا لي دايما ايه حمريه. يعني لازم نقلبها كده. اللي في الفرن التحمير ده على حسب الرغبه. تطلعي ابيض ممكن تحمريه من فوق الوش على حسب بقى ايه. تنصحي بيها الامهات لو هيجربوا البسكوت النهارده معانا اللي احنا عاملينه كوجبه صحيه اللانش بوكس ايام الدراسه وكمان خارج، يعني ممكن يبقى تحليه مع الشاي مع الكلام ده. تنصحيهم بايه؟ ايه اهم خطوه عشان ينجح معاهم؟ هو كده اهم حاجه بس ان هم يضربوا السكر كويس جدا مع السمنه. ممكن زبده ممكن زيت زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه ان انتوا لازم تضرب كويس مع بعضه السمنه مع السكر. يعني احنا طحنين السكر اصلا، احنا طحنينه في المطحنه، فانت يعني هيبقى سهل عليك ان انت تعمليه بالمضرب اليدوي. يعني كل حاجه سهله اللي هي تتضرب، مش يعني محتاجه يعني انت مش هتاخدي وقت في حاجه، وفي نفس الوقت ما انتش يعني مش هيعطلك في حاجه ده، وانت هيتعمل بسرعه. احنا ما خدناش وقت فيه. ومقادير كمان من البيت. يعني بيضه، حبه جوز هند، حتى لو هتشتري ما تكلفيش نفسك. ممكن تجيب مثلا بمبلغ بسيط ب 10 جنيه سمنه، ب 10 جنيه دقيق. لو انت هتشتري يعني احسن ما تروحي تشتري كيلو بمبلغ. يعني ممكن مثلا تكلفة اليوم كله لو هي ما عندهاش حاجة في البيت تكلفها قد ايه؟ يعني البيضة والسمنة. انا قال لي كمان من مش عارفة، يعني هي لو جابت مثلا ب10 سمنة 10 دقيق كده 20. البيضة بكام؟ 25. يعني قولي قرب 30 جنيه. 30 جنيه هيبقى اوفر كتير معاها من الفينو وهتعمل له الوقت يعني كمان، عشان الوقت وعشان كمان الكمية هتبقى معاها كمية كبيرة. احسن ما تروح تشتري بيبقى مبلغ صغير ومش هيكفي. صحيح. يعني هيوفر معاها وقت وكمان مجهود احنا ما اخدناش. شوفي يعني احنا عملنا صينية اهو. عملنا صينية اهو في اقل وقت ممكن، يعني هي مش هتاخد معاها لا وقت ولا تكاليف. حلو جدا. ده الشكل اللي قبل اللي ما يتخبز في الفرن. دينا عايزين نشوف قبل ما نختم معاكي الشكل النهائي بقى لما طلع من الفرن. ثواني هندخلها بقى الفرن. هتاخد وقت قد ايه في الفرن؟ 10 دقايق. 10 دقايق. خلينا نشوف بقى بعد اهو يا جماعه. ده اللي متحمر الشوايه. ده بقى اللي هو العادي، ده على حسب الرغبه. في اطفال بيحبوه كده، انا ولادي بيحبوه كده. دوت انا مطلعه، انا عملت الاثنين بحيث ان اللي عايز يعمل كده يعمل كده يعني. اللي هو ايه يعني بيبقى على حسب الرغبه. دينا انا بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. متابعينا الكرام متابعي المصري يوم، يعني شفنا مع حضراتكم النهارده وجبه صحيه لللانش بوكس في ايام الدراسه وكمان تحليه في الايام العاديه، وبكده نقدر نختم مع حضراتكم. الى اللقاء في تغطيه جديده ان شاء الله. المصري يوم من حقك تعرف. انا كنت معاكم تيسير حسن.